السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انتوا وحشتوني 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 من اخر فيديو انا صورته معاكم يا حبايب قلبي. بس قبل ما ندخل كده في الفيديو نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا حبايب قلبي نصلي على الحبيب المصطفى ونستغفر الله كتير، ما تنسوش الاستغفار ولا الصلاة على الحبيب. أنا بفكر نفسي وبفكركم معايا. انا النهارده راجعه لكم في فيديو جميل جميل جميل، وفيديو كده ايه هيشجعكم لو انت قاعده كده سقعانه ولا كسلانه ولا اي حاجه كده من الكسل كلنا بنبقى ساعات بيجي علينا اوقات كسلانين، كلنا بيجي علينا وقت محبطين مش قادرين نقوم. فلا هتقومي تشوفي معايا الفيديو ده، هتقومي تتشجعي على طول وتقومي تجري تطلعي تجري كده في الشقه عندك. بس حابه اشكر الناس الجديده اللي دخلت لي القناه، متشكره ليكم جدا جدا جدا. نورتوني وكترتوني وشرف ليا وعلى راسي كل اخت وكل اخ عندي في القناة. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا ابدا. ربنا يديمكم عليا كده نعمة في حياتي وما تحرمش منكم ابدا ولا تتحرموا مني، وربنا يجعلني كده عند حسن ظنكم يا رب. افضل على طول دايما عند حسن ظنكم. انا بدعي لكم كده ايه بظهر الغيب، من غير ما اعرفكم. والله ربنا يكبر بخاطركم يا رب ويفرحكم زي ما بتفرحوني بتعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم الجميلة. بس ما تنسونيش بقى في اللايك عشان انا زعلانة منكم كتير، مش كتير، حبة صغيرين عشان ما بقاش كدابة. زعلانة منكم حبة صغيرين صغننين قوي يعني، ان انتوا بتتفرجوا بتنسوني في اللايك. ما تنسونيش في اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو يا حبايب قلبي. يعني خلي القناة تتشاف وتكبر بيكوا وليكوا يا حبايب قلبي كده ان شاء الله بأمر الله. والناس اللي بتتفرج عليا من ورا الشيء من ورا الكاميرا من غير ما تشترك، يا ريت كده تدوسي كلمة اشتراك وتشرفيني كده وتنوريني ويبقى على راسي وجودك عندي كده في القناة ان انت ايه تزوجيني كده قناتي وتشرفيني وتشتركي لي في القناة. تتفرجيش عليا من ورا الشاشة، خش على طول بقلبي جامد وقناة هبة هتعجبك ان شاء الله بأمر الله. انا هنا يا حبايب قلبي بصوا دخلت بدأت يومي كده بالغسيل، كان عندي غسيل نشرته قلت اخلص يعني ايه كده ايه. انتوا عارفين طبعا حبايب قلبي اللي معايا من الاول عارفين ان انا بحب ابدأ يومي كده بالغسيل. اول حاجة عشان ينزل من على دماغي الغسيل، تاني حاجة بقى دخلت كان عندي المشاية ديت، قلت يلا بقى ايه مفضلش الا ديت كانت عايزة تتغسل بصراحة وكنت متضايقة منها واتقلب عليها شاي. فقلت لها لا تعالي ده متقلب عليكي شاي بقى، تعالي انا كده كده ايه بتلكك لك. تعالي رحت ماسكاها حطها كده في الحمام، هي مشاية صغيرة مش كبيرة. مسكتها غسلتها كده غسلة محترمة، حطيت لها اوكسي باودر كده ورحت ماسكاها غسلاها غسلة حلوة قوي. بصوا بقى الرغاوة الجميلة ديت، يعني بصوا الرغوة دي انا مش عارفة مش قادرة اوصف لكم هي بتعمل فيا ايه، بتغسلني كده من جوه. ومسكت الحمام دعكته دعكة محترمة اهو. بصوا حطيت بقى طبعا ايه برضو اوكسي كده دلقته غرقت الارضية بصوا زي ما انتوا شايفين كده. ورحت حاطه اللي هو الكلور الالوان دوت بتاع الالوان، ورحت ماسكاها كده بالمقشة. وبصوا مسكته دعكته كده ايه دعكة كده ايه محترمة. اهم حاجة الكلور، اهم حاجة الكلور كده في الايه في الحمامات في الحمام يعني عشان ايه بيطهر وبيعقم وكل حاجة. فبصوا نضفته كده دعكته ايه. هو الرغاوة جاية عليكوا اهي، واخدين بالكم الرغاوة جاية عليكوا. بصوا حبايب قلبي دعكته دعكة محترمة والله العظيم، دعكته دعكة كده ايه خليته فلة وشمعة منورة. خليت الريحة طالعة كده بتفج منه. انا لما بيكون الحمام والمطبخ نضيف، هي النظافة بتبان من الحمام ومن المطبخ. النظافة ما بتبانش الا من الحمام ومن المطبخ. انا بالنسبة لي ودي وجهة نظري انا، ان الحمام من المطبخ يعني النظافة بتبان من الحمام ومن المطبخ. ماما دايما تقول لي الست النجيفة ربنا يديها الصحة يا رب، الست النجيفة بتبان من مطبخها ومن حمامها. ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك في عمرها وفي صحتها. وكلكم طبعا ستات بيوت شاطرين وعارفين الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. بصوا هنا بقى يا حبايب قلبي رحت داخلة كان عندي حبة مواعين، رحت داخلاه هنا بقى دخلت بقى قلت اخلصهم. يلا بقى يا حبايب قلبي صلوا على الحبيب المصطفى اللي وصل معايا لغاية هنا. متنسونيش في لايك واشتراك لو انتي اول مرة تشوفيني. وحبايبي اللي بيتفرجوا عليا مش عاملين الاشتراك، دوسي اشتراك. دوسي اشتراك وما ترجعيش لورا، دوسي اشتراك ومش هتندمي ان شاء الله بأمر الله. يلا بقى كده فاضل ايام بسيطة
والسنة الجديدة تدخل علينا وسنة قديمة تنتهي. يا رب تكون يعني تكون بتنتهي بكل اللي عنده هَم ربنا يزيحه مع السنة الجديدة ينزاح يمشي معاها، وكل اللي عنده أي حاجة وِحشة وكل اللي نِفْسه يحقق حاجة مع بداية سنة جديدة ربنا يحققها له يا رب. كل اللي نِفْسه في يخلِّف ربنا يرزقه يا رب بالذرية الصالحة، وكل اللي نِفْسه في أي حاجة ربنا يحققها له يا رب بحق جاه النبي. آآ مع أول بداية السنة الجديدة إن شاء الله تبقى بداية جديدة لينا من كل حاجة يعني، وربنا يكرمنا في عيالنا يا رب ويفرّحنا بيهم. ويجبر بخاطرهم جبرًا يستعجب له أهل السماء والأرض، وتكون سنة 2024 ديّة أحسن، أحسن، أحسن من 2023 وتدخل علينا كده بالفرح، وتدخل علينا كده بالسرور وبالهنا، ويكون ربنا جابر فيها بخاطرنا يا رب، وجابر بيها بخاطر أولادنا، وكل اللي في الثانوية العامة السنة دي ربنا يكرمهم يا رب، ومن ضمنهم بنتي، ربنا يجبر بخاطرهم يا رب جبرًا يستعجب له أهل السماء والأرض. يطلّعهم كده مجبورين ويحقق لهم كل أملهم. ادعوا معايا يا حبايب قلبي بكل اللي يتمنى حاجة ربنا يدّيها له يا رب، وأنا والله العظيم أدعي لكم كلكم بظهر الغيب إن ربنا يحقق لكل واحد كل اللي بيتمناه، يا رب. في واحدة صاحبتي حبيبتي تقول لي: "ادعي لي يا هبة بجد يعني ادعي لي مع بداية سَنة جديدة ربنا يكرمها يا رب ويهدّي سرّها ويبعد عنها الوِحِش والشر ويصلح لها حالها يا رب." أنا بادعي لها بجد عشان هي النهارده يعني يعني دي واحدة قريبة منّي بصراحة، فالنهارده كلّمتني على الخاص يعني وقالت لي: "يا هبة ادعي لي." هي عندها مشكلة كبيرة أوي، 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 فربنا يفُك كربها يا رب ويزيح هَمّها وغمّها ويروّق بالها يا رب ويهدّي سرّها، قادر يا كريم. وكل حبايب قلبي اللي بيتابعيني ومشتركين عندي في القناة ربنا يفرحكم يا رب مع بداية سنة جديدة. ربنا يفرحكم يا رب فرح كده كبير يكون كل واحد ربنا يحقق له فيها ايه أمنيته اللي هو متمناها واللي هو يعني نفسه فيها ربنا يحققها له يا رب. واللي نفسها تخلف ربنا يرزقها بالذرية الصالحة، واللي نفسها تتجوز ربنا يرزقها بالزوج الصالح اللي يبقى يعني يحافظ عليها ويحبها ويخاف عليها يا رب. وكل اللي في نفسه في حاجة ربنا يحققها له مع بداية سنة جديدة إن شاء الله بأمر الله. كلها أيام يا حبايب قلبي والسنة الجديدة تدخل علينا بخير وفرح وسعادة وما تحرمش منكم أبدا وي... ويخليكم لي يا رب. وأحلى حاجة إن أنا هبدأ معاكم سنة جديدة إن شاء الله بأمر الله. نبدأ مع بعضينا كده سنة جديدة وإن شاء الله يبقى وشها حلو علينا والقناة تكبر ونكبر كده مع بعضينا إن شاء الله بأمر الله. عندي ثقة في الله كبيرة إن إحنا إن شاء الله بداية السنة الجديدة ديّة تدخل علينا كده إن إحنا نكبر ببعضينا إن شاء الله يا رب. هنا بقى يا حبايب قلبي بُصّوا دخلت كان عندي مواعين قُلت يالّا بقى أصبّنها بالمرّة معاكم. قُلت بُصّوا يالّا بقى روتين كده مشجّع اللي وصل معايا لغاية المواعين يالّا قومي بقى ما تكسّليش ولو وراكِ أي حاجة قومي اعمليها في البيت. أي حاجة قبل الساقعة وبالتكتكة كده يعني إيه قومي بقى كده اعملي ما يهمكيش بقى السقعة والتكتكة والكسل. قومي زحي كل ده كده وقومي الهي نفسِك في شغل البيت اللي ما بيخلصش. أنا عارفة إن هو ما بيخلصش بس النضافة دي إيه يعني النضافة دي لابد منها، لابد من عايزة تجددي طاقتِك وتغيّري مودِك قومي نضّفي. والله العظيم بجد، بجد عايزة تغيّري طاقتِك يعني تجددي طاقتِك كده وتغيّري الmood بتاعِك قومي نضّفي. قومي امسحي ونضّفي واغسلي شيلي لو عندِك غسيل قومي رصيه في الغسالة واغسليه، بوتاجاز قومي صبّنيه، شقتِك قومي امسحيها وخلّيها كده زي الفل. بُصّي هتلاقي مودِك اتغيّر، يعني هتلاقي الmood بتاعِك وكده اتغيّر. لو أنتِ زهقانة ومتضايقة وكده أنا عن نفسي كده، والله العظيم بجد وحياة ربنا ده بجد، بجد اللي أنا باعمله مع نفسي. أمّا تكون حاجة مضايقاني أو مودي مش هو، باقوم أنضّف، باحس بالنضافة وحبّة مُعطِّر بقى كده وما فيش أي داعي يا حبايب قلبي. أنا بُص عندي مبدئي في الكلام دوّة ومن ساعة ما طلعت في القناة باقوله وما اتراجعتش فيه. النضافة مش لازم تجيبي حاجات غالية، تقولي أصل أنا ما عنديش مش عارفة إيه اللي هانضّف بيه، أصل أنا ما عنديش إيه اللي هامسح بيه، أصل أنا ما عنديش ما أعرفش إيه.
بصوا النظافة، ريحة النظافة، يعني ريحة النظافة مش لازم بالمعطرات، ولا لازم بالحاجات اللي احنا الحاجات الغالية اللي هي بتتجاب للمسح وللتعطير والكلام ده كله. والله العظيم النظافة ما بكده، والله بحبة مية وصابون. أقرب حاجة الصابون اللي هو السائل اللي بنجيبه من عند بتاع الصابون، الكيلو ب5 جنيه، مش حاجة يعني، يعني في متناول الجميع. بصوا والله العظيم، بصوا هتلاقي بحبة صابون وحبة مية النظافة مفيش منها، يعني مفيش. خلاص تبقى خلاص الدنيا كده نضيفة، مش بالمسحيق الغالية ولا المعطرات ولا الملمعات ولا بتاع مش عارفة ايه الازاز، ولا لا. بصوا انا مش في الكلام دوت خالص. وحبايبي اللي معايا من الاول هيبقوا عارفين ان انا من ساعة ما طلعت في القناة ومن ساعة ما بدأت في القناة، يعني بصوا انا يعني ايه، هو ده مبدئي. والله الواحد مهما ربنا هيديه ومهما ربنا هيعليه ومهما ربنا هيخليه يكبر كده ويبقى معانا كده، يعني ايه من السما للأرض، المبدأ بتاعي انا مش هيتغير. حبة مية وصابون والنضافة. بصوا يعني مش بالحاجات دي، اللي عايز ينضف هينضف بحبة مية. مين ما فيش احنا زمان اهالينا، يعني انا ماما افتكر ماما ربنا يديها الصحة، ما عمرها ما كانت تجيب منظفات غالية ولا تجيب ملمع ازاز ولا كل الكلام ده. والله كنا بنلمع الازاز والمرايات بورق جرانين، والله العظيم بورق جرانين. دلوقتي مفيش ورق جرانين، مفيش حد بيقرا جرايد، انا ما بشوفش دلوقتي حد بيقرا جرايد باي فوطه. بلاش فوطه، بلاش فوطه ولا ملمع ازاز، باي فانيلا قديمه من بتاعه ولادنا. خلاص بقى كده ولادنا خلاص يعني مش هتتلبس تاني، وتبداوا تلمعوا بيها، تتفرجوا على النظافه وعلى اللمعان وعلى البساطه. البساطه مفيش احسن منها. انا عن نفسي بحب البساطه في كل حاجه، كل حاجه انا بحب فيها يعني بحب البساطه فيها. وإن شاء الله. بصوا النظافة، اللي عايز ينظف يا حبايب قلبي مفيش أي يعني مفيش حيلة، اللي عايز ينظف هينظف بحبة مية. المية قادرة إن هي تنظف من كل حاجة، طول ما انت مش مخليها مواعين في الحوض، مفيش غسيل متراكم، مفيش سجادة مركونة، مفيش أي حاجة خالص. هتلاقي نفسك بص الطاقة السلبية بتطلعيها من البيت. هيبقى بيتك ريحته مش نضيفة ليه؟ هيبقى بيتك ريحته محتاج مطهرات وملمعات ليه؟ ما في يعني بصوا مش هيبقى فيه محتاج اي حاجة خالص من كل ده. هيبقى البيت ريحته نضيفة نظافة كده ما فيش بعدها. والله العظيم وحياة ربنا، انا بمسح بجيب يعني بحط في مية المسح برسيل جل ودوني من عند بتاع الصابون، لو مش موجود والله ما بمسح بيه. والله لو مش موجود ما كلفش نفسي بحبة مية واحط حبة صابون. اي حاجة بس المهم ان هي النظافة. يعني ايه اللي عايز ينظف هينظف. وطبعا كلنا ستات بيوت شاطرين وكلنا عارفين الكلام دوت. واكيد اكيد اكيد انتوا احسن مني بكتير وانضف مني بكتير بكتير. وكلنا بنتعلم من بعضينا، مش عيب ان احنا نتعلم من بعضينا. ممكن انا ابقى ناقص عندي حاجة، ممكن انا اكون انا مش عارفة حاجة، مش عيب ان احنا نتعلم كلنا من بعضينا. بس قومي ما تكسليش، قومي خلصي كده كل اللي وراكي بحبة مية وصابون وطهري ونضفي بيتك وخليه زي الفل. مسكت بقى المواعين والبوتاجاز زي ما شفتوا معايا كده والرخامة، والفيديو طلع يجري مننا، ورحت ماسكة السجادة القمر دي بقى، ورحت ايه فرشيها بعد ما مسحت المطبخ مسحة محترمة، وصبنت البوتاجاز وصبنت الرخامة ولمعت كل حاجة كده في المطبخ بالفوطة. مشيت الفوطة على كل حاجة، ورحت ماسكة المطبخ ملمعاه تلميعة محترمة، ورحت فرش السجادة. هنا بقى هعمل كيكة. ولادي بقى عمرو بقاله كام يوم عايز كيكة يا ماما، عايز كيكة يا ماما، عايز كيكة يا ماما. قلت له خلاص تمام ماشي يا عم. رحت بعد ما خلصت كل الشغل اللي ورايا قلت يلا بالمرة اعمل لهم صينية كيكة، بس كانت جميلة. وحياة ربنا كانت عايزة بقكم، كانت عسل عسل عسل. واسرع منها مفيش واسهل منها مفيش، كل حاجة في الخلاط. حطيت البيض مع السكر مع الفانيليا في الخلاط. دي كيكة الخلاط. انا ما بعملش اللي هي الكيكة دي، هي دي اسهل طريقة في الكيكة. يعني بصوا اسهل طريقة في الخلاط كده، بتبقى سريعة وبتبقى جميلة وهشة وجميلة. بصوا دي ايه، انا مسكته نخلته نخلة محترمة وفضيت عليه معلقة كيس بيكنج باودر،
وبصوا هنا حطيت ذرة ملح وهبدأ أقلب الدقيق كله مع بعض، وحطيت في الخلاط البيض والفانيليا، البيض والفانيليا والسكر ودوت. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنا حطيت 3 معالق كريم شانتيه، ودِّت الكيكة في ناحية تانية خالص، وحطيت السكر وحطيت جِبت حتة سمنة بلدي مع نُص معلقة يعني نُص كوباية زيت مع نُص كوباية سمنة، وسيّحتهم كلّهم على النار، ورُحت استنيت لمّا هديوا كده سيكة، سيكة صغيّرة هديوا كده بس كانوا لسه سايحين عشان ما يفش في الخلاط يعني، ورُحت حاطاها. ورُحت آخر حاجة بقى حاطة هنا اللبن عشان أضبط إيه، طبعًا لازم اللبن، ده لبن بلدي عادي خالص اللبن بتاعنا، أنا باحب أعمل اللبن بتاعنا باللبن البلدي، حتى لو عندي أي نوع لبن تاني من اللي هو المُعلبات باحطه، بس إحنا دلوقتي بقى عاملين مقاطعة من كل حاجة، فإحنا مش يعني تعبنا بقى بصراحة من الأحداث اللي بنشوفها، فعملنا بقى إيه، رُحت حطيت هنا اللبن البلدي بتاعنا الجميل دوّة، اللي هو كامل الدسم بيبقى جميل بصراحة أنا باحبه أوي، 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 باحب أشربه. بُصّوا، ورُحت بقى حاطة هنا كده قلّبت كلّه مع بعضه، لقيتها محتاجة لسه عايزة لبن، رُحت بقى حطيت الباقي وإيه، حطيته في الخلاط كده عشان آخد إيه، لقيت في الخلاط كده مسيّل أهو بُصّوا، هابدأ أضبط هنا بقى إيه، الكيكة كده وأقلّبها تقليبة حلوة أوي، أوي على ناحية واحدة، بُصّوا أنا باقلّبها على ناحية واحدة عشان إيه، تفضل محتفظة بالهوا جواها. كانت كيكة عايزة بُقُّكم، كانت عسل، 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 واللي وصل معايا لغاية الكيكة يعمل لي لايك وتنسونيش في تعليق حلو من إيديكم، واعملوا share للقناة مع أصحابكم وحبايبكم عشان القناة تكبر بيكم وليكم، واوعوا تنسوني باللايك عشان أنا المرة الفيديو اللي فات نسيتوني في اللايك خالص، 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 ما تنسونيش بقى المرة دي في اللايك يا حبايب قلبي. وبصوا الكيكة بقى هابدأ أصُبّها كده ودخّلتها الفرن وطلعت أحلى كيكة. وده يا حبايب قلبي الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يجعلني ضيفة خفيفة على قلوبكم، وما أكونش باضايقكم أبدًا، وأكون حابينّي كده وأبقى خفيفة على قلوبكم زي ما أنتم حبايبي، ربنا يخليكم ليّا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.